يوم كنا بالمدرسة إذا انكسر شباك أو خرب درب زين أو انشق فطبول أو حدا ضرب طبشورة على المعلم أو انحرج استاد قدام المشرف أو مرته تلاقيها مضيعة مصريات ومش عارف مين بده يتفشش، بيجي مربي الصف بدق بمين؟ بولد بصفنا ممعي بيجيش كيلو مجروم، ولك ليش هيك ولك ليش سويت هيك، وبزل يا حرام صفع وشقط بيه. عاد هذا الولد المسكين ما دخله، بتلاقي زعران الصف هم اللي عاملين العملة، بس المعلم ما بدق غير بالضعيف والمسلعو. الحكومة نفس الشيء، يوم تتضايق أو تنقص عليها مصاري عشان الموازنة بيجوا بدقوا بمين؟ بالمواطن الممعي المسلعو اللي أصلا مش كسبان حال قد ما بتمص دم الحكومة بضرايبها. في عجز بالموازنة؟ ارفعوا الترخيص، ارفعوا الكهرباء، ارفعوا البنزين، حطوا 16%. طيب جايين تتفششوا فينا احنا الشعب المسخمط اللي عايش من البين والقلة؟ ليش ما تتشاطروا على زعران البلد اللي سرقوها عينك عينك واحنا قاعدين وياكم نتفرج على عدنان ولينا؟ ها؟ انتبه قليلا، ماذا حدث؟ هل تشعر بالألم مثلي؟ ماذا حدث لك؟ ما هذا؟ أخبرني ما هذا؟ لقد صفعت بشدة. مسكين. ألا تذكر شيئا يا عبسي؟ كلا، ولا حدث شيء. عندكم حاجز 450 مليون دينار وما فيش مساعدات من الدول الخليجية؟ ماشي. الحل مش أنا، الحل مش المواطن، آخر الحلول المواطن. بتبلشوا بحالكم أنتوا. إذا حكومة السعودية أم الهمايم أم البترول خفضت رواتب الوزراء، خفضوا رواتبكم معلش ولو إشي رمزي يعني عشان نشعر أنكم من هالشعب يا سيدي. خفضوا رواتب النواب، 3000 دينار راتب النائب ب 130، هاي 390 ألف دينار رواتب شهرية إلهم، وكلهم مقاولين وتجار وأصحاب شركات ومولات وعطاءات. هذول المصاري خزينة الدولة أولى فيهن. هسا بيطلع لك نائب شو بقول لك؟ بقول لك أنا بتبرع براتبي للفقراء. يا سيدي كثر خيرك، إحنا بدنا نوفر عليك هالجهد ونأخذه للخزينة. طيب الهيئات المستقلة ورواتبها، في عندنا وزارة سياحة وهيئة تنشيط السياحة. طب هاي شو بتشتغل؟ يعني وزارة السياحة بتشتغل للزاقيات وهذه كذان الشايب؟ بلاش. خذوا وزارة النقل وهيئة تنشيط قطاع النقل، وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وزارة المالية وهيئة تنظيم الأوراق المالية، هيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، والعشرات العشرات. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. انت سمعت ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش منه اي حاجه. لا ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه اللي وداه؟ مش البتاعه دي احنا بناخدها ولا علينا دي ولا ايه دي؟ انا بدي اعرف مين العبقري اللي جاب لنا هالسلافه تبعت الهيئات المستقله هاي. موازنة هاي المؤسسات قبل 8 سنين كانت 2 مليار دينار، يعني مئات الملايين من الدنانير بتضيع سنويا، والله لا شفنا لا ابيض ولا اسود منها. يا اخي رجعوا الوزارات المركزية زي ما كانت، وبلاش فخفخة وهبل وتنفيعات على ظهر هالبلد ومصاري هالبلد. هالمليارين احنا بحلن كل مشاكلنا وما بنلجأ لرفع ولا رسوم ولا ضرائب. بلشوا بهالهيئات وخفضوا نفقات المؤسسات الحكومية ورجعوا كل قرش انصرف وانسرق بغير حق، وبعدين تعالوا على الناس الدايخة المستوية. اضبطوا اللي بينصرف المؤسسات الحكومية وبعدين تشاطروا على لقمة المساكين، تشاطروا على اللي قاعدين بغمسوا خبز وشاي. كلنا بنحب البلد، واصلا لولا ما بنحب هالبلد ما بتشوفونا صابرين على البين لهسه وساكتين على السرقات. عشان هيك احترمونا، احترموا صبرنا وفقرنا، وبلشوا بالتبذير والهدر والفساد اللي بينكم وقدام عيونكم، وصكوا ولقوه على نيعه للفساد. لق هيك لقوه. يا رئيس الوزراء، واني ظني فيك انك رجل بدك تشتغل، ارجوك افتح ملفات الحكومة اللي قبلك، افتح ملفات التجاوزات والتبذير والمحسوبية والمصاري اللي تكرفتت وما عرفنا وين تكرفتت. رجع للناس حقوقها وانصف اللي انظلموا بعدها. خليك قوي ولا تخاف من حدا الا من ربك. انصح اللي فوق واللي تحت انه هالبلد بدها مخافة الله وترشيد وضبط، وبكفي مئات الملايين يلي بترمى وما حدا بيعرف مصيرها. يا دولة الرئيس سوي زي ما بقول لك، الحجز بتدبر، انت انوي وقوي قلبك ولا تحسبها كثير. العجز بتدبر بدون جياب الفقراء، بتدبر يوم تعرف وين الخلل وتحط ايدك عليه. يا رجل كلياتنا 7 مليون،
يعني طهور بالهند بحضروا 10 مليون أكثر مننا يا أبو فوزي. صحصح يا أبو فوزي صحصح. بيقولوا لك من عرق جبينه طلع مصاري هالإنسان. طيب كيف هيدا وكيف ملايينه وما مرة شايفينه عرقان؟ مش صحيح مش صحيح مش صحيح الهوى غلان.